الله اليوم ان شاء الله باذن الله غنقدم لكم اسهل كاليت تقدروا تحضروا البوتي. فنبداو على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا عندي تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الحامض، فانا بشرته هنايا حطيته. عندي معلقه ديال العسل، عندي واحد الساشي ديال سكر الفانيلا، عندي زوج بيضات، وعندي هنايا بيضه اخرى. هاد البيضه هذه غناخذ منها فقط غير الصفر باش ما نضيعهاش. غادي نضيف داك البيض ديالها نخفقو مع البيض ونخدم به. فانا حاجتي غير بالصفر باش انني ندهن دوك لي كاليط. عندي كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال السكر سنيده، وعندي تقريبا هنا واحد 4 الكؤوس ديال الدقيق الابيض راني ديجا يعني غربلته. وعندي واحد الساشي ديال الخماره ديال الحلوه من فئه 8 غرام، وعندي هنا قبصه ديال الملحه. فنبداو على بركه الله. اول حاجه هو انني غنهرس البيض دابا. فوالا انا هرست البيض هنايا، راني زولت داك الصفير ديال البيضه باش انني غندهن به هو كاكاو، غندهن بهم من الفوق. فهادو نخليهم يعني جانبا. فصافي عندي هنايا السكر، عفوا عندي هنا البيض مع هذيك لوزيز ديال السيترون، تقدروا ديروا حتى الليمون على حسب المتوفر عندكم. دابا غنضيف هذا الكاس ديال السكر سنيده. غادي نبدا نصب دابا السكر، بسم الله، غير بالفويه هكا. غنضيف كذلك حتى القبصه ديال الملحه والفاني. نخفقوا جيدا. من بعد ما وضعنا يعني السكر والبيض والساشي ديال الفاني، فانا كنخفق جيدا البيض. دابا غنبدا نضيف الزيت، بسم الله، بشوي بشوي. غنضيف كذلك حتى هاد الملعقه ديال العسل. يا نكمل الزيت حتى هو شيئا فشيئا، مع دائما نخفق باش يتجانس لينا الخليط كامل. نكملو حتى تشمه ديال الزيت كيتجانس ليا في الخليط مع البيض. العسل حتى هو اللي ضفت ديك المعلقه العسل حتى هي كتجي رائعه، كتخليهم يجيو هشاش ولذاذ. هاد المذاق ديال الطفوله، فهاد لي كاليط كيفكروا في الطفوله، رائعين جدا وساهلين واقتصاديين، ومن طون كيخرجوا كميه كبيره وكيتحضروا في الحين، فيهم لا تعب لا حاجه. فصافي دابا نحل هاد الساشي ديال الخماره. فصافي غادي ناخذ هاد الساشي ديال الخميره نضيفها مع الدقيق.
صافي من بعد ما كملت العجين كامل راني قرصته يعني بهذه الطريقه هذه كويرات صغيره بهذه الطريقه هذه. هنا عندي صفر بيضه مع داك الشوكولا كاكاو، كندوز بهذه الطريقه باش كنبقى ندهنهم باش كيعطينا واحد اللون ذهبي غزال جميل، كيجيو راقيين وكيجيو زوينين. المرحله الاخيره هو انني كناخذ فورشيط وكنجي كندير رشيمات بطريقه يعني هكا عاديه، كل واحد يذوق يدير رشيمه اللي بغا اولا يكتفوا بهم غير هكا مدهونين، يعني التزيين كيبقى اختياري، غير هما هادو كيعطيوهم منظر مزيون. هاد كنعتذر لكم عندي الشمس شويه حاره ان شاء الله. هاد الايام راه الحال سخون الله يرحمنا. طريقه سهله جدا وصافي غادي ندخلهم للفرن. الفرن راني ديجا يعني سخنته 180 درجه فوق ولتحت، انا غادي ندخلهم دابا. فوالا غندخلهم في هاد الفرن ساخن مسبق. كانوا هادو هما لي قالات الاقتراح ديال اليوم. فشوفوا ما شاء الله تبارك الله كيفاش جاو، يعني ذهبيين وتبارك الله مفقعين وغزالين حتى لا في المنظر لا في المذاق، وتبارك الله حتى الكميه يعني كميه كثيره واقتصاديه، يعني بمقادير اللي هي سهله وفي متناول الجميع. كنتمنى يا ربي يكون هذا الاقتراح ديال اليوم لي قالات يكون نال اعجابكم وجربوهم، فغادي يعجبوا وليداتكم خصوصا ان شاء الله دابا الموسم الدراسي على الابواب هكا الفطور ولا الكوتي. فكنتمنى يا ربي يرقكم وينال اعجابكم. كنضرب لكم موعد الى فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم. خليت لكم الراحه، الى اللقاء.